ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقة كنت عايز اتكلم عن موضوع هو منتشر قوي مؤخرا وبيتعمل عنه محتوى كتير وفيديوهات كتير وكتب كتير، وهو انه الانسان يبدأ يحط في يومه او في حياته عادات جديدة او عادات صحية يبدأ يغير بيها من رتم حياته يعني للأفضل. اللي عايز اتكلم فيه بالظبط انه الناس مهتمة قوي بالطريقة اللي ممكن اوصل بيها للتغيير ده. يعني مثلا ناس تقول انه الحاجة اللي انا عايز اغيرها او العادة السيئة اللي انا عايز اغيرها ابدأ اخليها صعبة، ابدأ اخليها مش ملحوظة، ابدأ اخليها بعيد عن بصري، فبحيث ده مش هنفذها بسهولة. وفي نفس الوقت الحاجة اللي انا عايز اتغير ليها او العادة اللي انا عايز اتبناها في حياتي وتكون حاجة جديدة في حياتي وصحية اخليها سهلة وتبقى قدامي دايما، فان انا الجأ لها او اطبقها يكون ده حل بسيط ابسط من الصعوبة اللي انا طبقتها على العادة السيئة اللي انا عايز ابطلها. والحقيقة ده كلام انا يعني معاه تماما، والعلم كله معاه تماما، والتجارب الكتير اثبتت ان ده فعلا بيجيب نتيجة كبيرة قوي في التغيير. ولكن ناس كتيرة قوي على الرغم من قراءتهم للكتب دي وعلى الرغم من معرفتهم بالمعلومات دي وبالوعي ده، برضو بيتحطوا في نفس المشكلة بتاعت انه انا بعمل الحاجة مرتين تلاتة او بعمل العادة الجديدة دي او التغيير ده مرتين تلاتة وببدأ افصل منه تماما. وطبعا في ناس بتقدر تكمل بالطرق الجديدة، وده اكيد لانها حاجات مثبتة. ولكن الحاجة اللي انا لاحظت ان الناس ما بتتكلمش عليها خالص او بتتكلم عليها بشكل قليل قوي ومش مديها اهتمام كبير قوي في موضوع انه اغير حياتي او اغير عاداتي لعادات احسن، هو ان الناس ما تعرفش سبب التغيير الحقيقي اللي هم بيعملوه ده ليه. يعني محدش بيبقى عارف هو بيعمل الحاجة دي بذاتها ليه. معظم الناس بقت بتجرب اللي الناس بتعمله خلاص، يعني الناس اللي عايزة تخس أو الناس اللي عايزة تبني عضلات كلهم بقى بيروح للجيم. أو الموضة الجديدة بتاعت البيلاتس مثلا، هي طبعا حاجات مثبتة والكلام ده كله صح، ولكن الناس كلها بتعملها مع بعض وخلاص. اللي عايز يعمل أي حاجة ليها دعوة بالجسم بيعملوا نفس الحاجة، إن هم كلهم يروحوا الجيم أو يجربوا الحاجة الجديدة اللي هي البيلاتس مثلا. ف هل الحاجات دي مش مفيدة؟ الحاجات دي طبعا مفيدة، ولكن لازم أكون عارف السبب الحاجة اللي أنا بعملها كويس، عشان أولا ما يجيش أي حاجة جديدة تتحط قدامي فأعملها وخلاص عشان الناس كلها بتقول دي صحية والناس كلها بتقول دي بتجيب نتائج فعلا وهكذا، فأبدأ يعني أمشي مع القطيع زي ما بيقولوا خلاص. فده سبب. ولكن السبب الأساسي اللي أنا شايفه هو الحاجة الأهم، إن الواحد يعرف هو بيعمل التغيير ده بالذات في حياته ليه. ان في لحظة بتيجي عند الناس كلها في حياتهم كلها، ان هم لما بيبدأوا يعملوا حاجة كويسة في حياتهم على عكس حياتهم السابقة كلها كانوا بيعملوا حاجة غلط او عادة سيئة، بيبدأوا يحاولوا يغيروها بعادة كويسة، او ان هم حتى يحطوا عادة جديدة في حياتهم حتى لو من غير ما يكون عندهم حاجة وحشة، لا عايزين يزودوا حاجة جديدة في حياتهم. بيجي دايما وقت الدروب ده او الوقعة دي بتاعت انه مفيش طاقة، مفيش شغف، مفيش اي جهد انا قادر ابذله تجاه الحاجة دي عشان اقدر اكملها تاني بعد ما كنت بعملها بحماس قوي في الفترة الاولانية من حياتي. آه الوقت ده الواحد بيحتاج قوي انه يعرف سبب الحاجة اللي هو بيعملها. يعني مثلا لو انا قررت ان انا عايز احسن من شكل جسمي، فبمختصر يعني سريع قررت ان انا اروح الجيم. هروح كام مرة في الأول عشان الشغف بقى والحماس اللي في الأول، وهتيجي وقت إن أنا هقع أو هيحصل الدروب ده. مفيش أي حاجة هتشيلني في الوقت ده خالص غير إن أنا أبقى عارف كويس هدفي إيه. أنا بعمل ده علشان كذا، وده أعتقد هو السبب الرئيسي اللي الناس لازم تعرف عشانه وتحدد على أساسه سبب التغيير اللي هما بيطبقوه في حياتهم للأحسن. بس خلينا نقول دلوقتي على طريقتين الناس بتمشي بيها في انها تحدد التغيير اللي هم عايزين يعملوه، او نقول ان في طريقة صح وفي طريقة غلط. طريقة منطقية الواحد المفروض هو ده اللي يعمله علشان يبدأ يحط تغيير في حياته اصلا، وطريقة تانية الناس او معظم الناس بتمشي عليها عشان يطبقوا تغيير في حياتهم للأحسن وفي الآخر بيفشل. خلينا نقول ان انا دلوقتي عندي مشكلة في حياتي، والطبيعي اللي بيحط حل في حياته او عايز يطبق حاجة في حياته جديدة بيطبقها علشان هو عنده مشكلة في حياته، مش عشان هو لقاها موجودة عامة. بس خلينا نشرح النموذجين عشان الموضوع يبقى مفهوم أكتر. الطبيعي إن الواحد بيكتشف مشكلة في حياته، بيكتشف قصور في حتة ما في حياته، وبعد ما يكتشف المشكلة دي يبدأ يحط لنفسه هدف. خلاص أنا مش عايز ده وعايز أحط لنفسي هدف أوصل،
والهدف ده هيكون كذا كذا كذا، ويكون هدف محدد وواضح قدام. بعد ما حددت الهدف هبدأ أحدد كل الطرق اللي قدامي اللي أقدر أمشي وراها بحيث إنها توصلني للهدف اللي أنا عايز أعمله ده. هحطها كلها وابدا اقارن ايه الطريقه الاحسن، ايه اللي يناسبني، ايه اللي يناسب وقتي، ايه اللي يناسب فلوسي، ايه اللي يناسب الجهد اللي انا اقدر ابذله، وهكذا، لحد ما في الاخر هيثبت على حل معين يكون هو ده اللي لايق عليه. يعني مثلا خلينا نضرب مثال. انا دلوقتي اكتشفت ان انا شكل جسمي مش عاجبني، انا كده حددت مشكله. بعدها هبدا احط هدف لنفسي، انا عايز والله جسمي مثلا يكون مفهوش الكم ده من الدهون مثلا، او عايز وزني يكون في رينج كذا لكذا اللي هو يكون حاجه صحيه. فانا كده حطيت هدف. طيب ايه الطرق اللي انا ممكن انفذ بيها او اوصل بيها للهدف اللي انا حطيته ده؟ تمام، عندي 100,000 حل، مش حل واحد هو الجيم، عندي 100,000 حل. عندي 100,000 حل ازاي ان انا امارس اي رياضه، سواء سباحه او كره قدم او سله او ايا كان من الحاجات دي كلها، او انزل الجيم فعلا عشان اعمل حاجات معينه، مش الحديد اللي معروف عشان اخس، دي حاجه تانية. بيلاتس زي ما الناس بتطلع دلوقتي تعمل دلوقتي، ممكن اجرب الجري، ممكن اجرب المشي، كلها سبل يعني او طرق كتيره قوي، في غيرها وغيرها كتير طبعا لو الناس دورت هتوصلني للهدف اللي انا عايزه. بس هل كلها تنفع معايا؟ لا. هل كلها تنفع لفلوسي؟ لا. هل كلها تنفع لقدرتي اللي انا اقدر اعملها؟ لا. احيانا في حاجات ما تنفعش لصحتي كمان ان اقدر ان انا اعملها دلوقتي، فلازم اخد بالي كويس من الاختيار اللي انا هختاره، مش عشان الناس كلها نفعت معاها او حتى ما نفعتش معاها، بس الناس تمشي ورا التيار وخلاص فامشي وراه. فده الطريق المفروض الناس تمشي عليه لما يكون عايزين يعملوا تغيير. ولكن اللي بيحصل في الواقع هو ان الناس بيطرح لهم حل بدون ما يكون عندهم مشكله. يعني فجاه الناس تلاقيهم نزل لهم حل زي البيلاتس مثلا، فجاه الناس كلها بقى بتروح تروح تلعب بيلاتس او تمارس البيلاتس من غير ما يكون عندهم مشكله. اللي بيحصل في مخ البني ادم ساعتها انه بيلاقي حل بس ما بيكونش عنده مشكله، فيبدا يحط لنفسه مشكله علشان يبدا يتكيف مع الوضع. الناس كلها بتعمل حاجه معينه انا مش بعملها، وهي حل لحاجه انا مش حاسس انها عندي. يبدا الانسان يبص لنفسه ويقيم نفسه من جديد بمقاييس خاطئه علشان يطلع عنده مشكله يقدر يطبق فيها هذا الحل. وده بنشوفه حاليا في موضوع البيلاتس. يعني براند معين قرر يعمل مجموعة هدوم معينة للبنات علشان يلبسوها بس لما يكونوا بيجربوا البيلاتس، والناس كلها عارفة البراند ده ايه. فده اللي بيحصل دايما بيتباع الفكرة دي، بتتباع اي فكرة جديدة عن طريق ان هو بيطرح لك حل معين من غير ما يكون انت اصلا عندك اي مشكلة خالص. وهي دي مشكلة الحاجات اللي منتشرة على السوشيال ميديا، وإن الواحد يبني تفكيره أو يبني حياته بناء على اللي بيشوفه في السوشيال ميديا. كتير قوي بتكون حاجات مصروف عليها كتير قوي علشان تقدر تستهدفك وتستهدف تفكيرك وتستهدف كيفية مخك بيشتغل ازاي علشان تستهلك بس، وتبدأ تشك في نفسك وتبدأ تشك في شكلك وتبدأ تشك في حاجات كتيرة قوي عشان بس تستهلك اللي هما بيعملوه. زي ما بقول، ما بيكونش عندك مشكلة أصلا بس في حل بيطلع من الهوا، فانت تبدا تدور على مشكله لنفسك علشان تليق بالحل فتبدا تطبقه، فما تكونش حاسس انك انت متروك بعيد عن الناس. دي حاجه بتحصل والناس مش اخده بالها منها. بس نرجع للموضوع الاساسي، لازم الواحد يكون حاطط لنفسه السبب علشان يعمل الحاجه. مش طبيعي ان انا اطلع ما يكونش عندي سبب لحاجه وابدا اعملها وخلاص عشان الناس كلها بتعملها. دي حاجه الواحد مش بياخد باله منها، لان للاسف الوعي دلوقتي قل ان الواحد يفضل ياخد باله كل شويه من اللي هو بيعمله. لا، الناس كلها بتعمل حاجه، الناس كلها بتجرب حاجات معينه تتصور بيها، بيبان ان هم شكلهم مبسوطين، بيبان ان هم شكلهم مرتاحين في ده. السوشيال ميديا مش بتوريك الوجه الاساسي خالص. الناس دي ممكن تكون اصلا ما بتتغيرش، ممكن يكونوا بيوروك الوقت اللي هم يكونوا فيه كويسين وثلاث ارباع الوقت التاني هم مش كويسين او ما اتغيروش. فمن الاخر حاول تدور على سبب للتغيير اللي انت بتعمله قبل ما تحط حل لمشكلة اصلا مش عندك، او تحط حل لمشكلة فعلا عندك بس هو مش لايق عليك لان الناس كلها بتطبقه. فبس ده كان كل الموضوع ده اللي كنت عايز اتكلم عليه. اتمنى اكون فدتكم يعني، والسلام عليكم.